عن اول تليفون في التاريخ يبقى ضد الميه والغبار بمعيار رسمي. اغلب الجيل بتاعي حضر وشاف تطور التكنولوجيا واحده واحده، وخصوصا في مجال التليفونات. القفزه الرهيبه اللي حصلت من بدايه 2010 لحد النهارده اغلب الجيل بتاعي كان شاهد عليها وبشكل كبير جدا. فلما اجي اقول لك ان فيديو النهارده بيتكلم عن اول تليفون في التاريخ يبقى ضد الميه والغبار بمعيار رسمي، سوني جت واطلقت السوني اكسبيريا زد 1، حاجه النهارده اساسيه مستحيل اي فلاج شيب ينزل من غيرها ونقول عليه فلاج شيب، وهي مقاومه الميه. الجهاز كان بيجي بمعيار الاي بي 57 وكان يقدر ينزل الميه لحد عمق نص متر. احنا النهارده بنسمع ارقام كبيره جدا، بس كان وقتها في 2013 ان انت تنزل جهاز ضد الميه اصلا وينزل عمق نص متر، ده كان اعجاز، دي كانت حاجه ما حصلتش. وعلى فكره الموضوع كان صعب بدليل ان باقي الشركات دخلت فكره انها تبقى ضد الميه. مع بدايه السامسونج جالاكسي اس 5 ما كانش ضد الميه بشكل ممتاز، كان اقل من السوني. والبدايه الحقيقيه كانت مع السامسونج جالاكسي اس 7، وكان غالبا الايفون 7 كان بدايه الهواتف اللي ضد الميه من ابل وسامسونج، مقابل ان سوني منزله الميزه دي من 2013. يعني بنتكلم في فرق تقريبا اولموست 3 سنين ما بين بدايه عمالقه التليفونات مقابل سوني اللي وقتها كانت بتقدم تليفون بريميوم بجميع الاشكال، تليفون وشه وظهره ازاز، كانت حاجه جديده جدا مع الفريم المعدني، كان التليفون بيديك ماسكه وفخامه بريميوم جدا. كان وقتها سوني واقفه على الارض راس براس قدام الكبار. للاسف مفيش حاجه بتكمل على حالها، وسوني حاليا مبيعاتها قلت جدا، هواتفها في السوق حتى قلت جدا. مش معنى ان انت تكتشف التكنولوجيا ان انت هتبقى رقم واحد. اللي يفضل واقف على رجله ويقاوم هو اللي بيبقى رقم واحد. بس كده، ده كان فيديو سريع حنين للماضي. كان معاكم حازم تك فيو. لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.